السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راني جبت لكم طاجين الجلبانة بالقرنون محشي، وبصح ماهوش محشي باللحم لا بالدجاج ولا بفيونداشي. خليكم معنا نتعرفوا على الوصفة وخبوها رمضان ان شاء الله. كل عام وانتم بخير ونصوموا بصحة والهنا ان شاء الله. يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا الوصفة تشهي احتفظوا بها للشهر المبارك. هذه الوصفة أول مرة على مواقع التواصل من مطبخ ميرا. خليكم معنا ما تروحوش بعيد ونكمل الوصفة مع بعض وإن شاء الله. يا رب يلقاكم الفيديو على بخير وعلى خير. قبل كل شيء نصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام شفيع الأمة، ويلا معنا حتى للنهاية كما راكم تشوفوا. الطاجين هذا هو بالضبط يطيب في الطاجين تاع الطين ولا يطيب في لا ماغميت. وحنا ما درتو في الكوكوطه اخاطشي كنت مزروبه باش تطيب لي الجلبانه هذه ماهيش كونجلي جديده. القرنون كاين شويه كونجلي وكاين شويه لا يبيعوه مقشر وانت تنقي. هذا مكان نشروهم منقيين شويه نعاودو نغسلوه خلاص ونقوه بالقارص نبيضوه مليح مليح ومن بعد نبداو بقى في الوصفه تاعنا. خليكم معنا ما تروحوش بعيد. بسم الله توكلنا على الله. نجي هنايا نشعل الغاز تاعي كما راكم تشوفوا ونحط لا كوكوط تاعي ونجيب نفرغ فيها الزيت. قيس هكا 3 مغارف تاع زيت كبار. كي يسخن لي الزيت نروح نجيب الدجاج تاعي. هنايا كل الوصفه هذه على حساب العائله تاعك. عندك العائله بزاف زيدي كثري، زيدي في المقادير. ما عندكش ديري كيما انايا، حنايا ماناش بزاف. نحطوا الدجاج تاعنا كما راكم تشوفوا، نقلوه مليح على الجهتين نحمروه. خليكم معنا ما تروحوش بعيد ان شاء الله. يا ربي تعجبكم الوصفه تاع اليوم. نقلوا الدجاج تاعنا كما راكم تشوفوا، نحمروه من الجهتين ومن بعد نبداو نزيدو في المقادير تاعنا. وصفه بسيطه بصح بنينه، جربوها مش راح تندموا. نزيد هنايا مغرف تاع زبده مع الزيت باش يجيني بنين. عندك السمن ولا عندك الزبده ديري زيدي. سينو اكتفي بالزيت وخلاص. ديري غير الزيت. نحمروا الدجاج تاعنا هذاك. حبيتي تزيدي معها اللحم زيدي كيما تحبوا. هنايا ترجع لكم، اختيار لكم. هنايا نزيد الثوم قطعته مش مسكافش، قطعته رقيق، وحبه بصل متوسطه قطعتها رقيق، ونحمروهم مع بعض حتى يذوب لنا هذاك البصل والثوم. وردوا بالنا ما نخلوهش يتحرق لنا هذاك الثوم على بالنا باللي يتحرق ثم. ونقلو كيما راكم تشوفوا. ومن بعد ذاك نروحو نزيدو لي زيبيس تاعنا كيما كتشوفوا. هنا عندي الفاح، عندي القزبر، عندي الكرويه، عندي زنجبيل، عندي فلفل كحل، عندي راس الحانوت. نزيدو لي زيبيس تاعنا ونواصلوا في القلي كيما راكم تشوفوا باش تحرقوناش لي زيبيس تاعنا، التوابل تاعنا ما تتحرقش وتمرر. قالوا ندير درت الماء تاعي يسخن باش نمرقوا بالماء سخون ونرجعوا نزيدوا كيما راكم تشوفوا. غطيتها وخليتها قلات شويه، شعلت على الماء باش يسخن لي. نكملوا في الخلط والقليان. وبعد نزيدوا هنايا الجلبانه تاعنا كما قلت لكم سابقا على حسب الافراد العائله. ديري المقادير الجلبانه والخضر يعني والدجاج واللحم. ونخلوها تتقلى هذيك الجلبانه مع كامل المقادير هذوك. نزيدو هنايا مغرفه صغيره ملح على حسب الذوق. طبعا اذا كانت مالحه ما تداويش مسوسه نزيدو لها الملح ونخلطوا ونواصلوا في الخلط كما راكم تشوفوا. ونزيد القرنون تاعي نغسلوه بالقارص بالليمون ونحطوا الحبات تاعنا. وهذوك الصغار انايا قطعتهم.
ونخلوهم يتقلاو ثاني مع بعض، ومن بعد نمرقو. نمرقو بالماء سخون باش الجلبانه تاعنا هذاك ما تيبسش، باش طيب. بهذه الطريقه. نزيد هنا شي كمشه تاع معدنوس، ما قطعتوش خليته هكذاك باش نحو من بعد، كاين اللي ما يحبوهش الاطفال. ونغطو الطنجره تاعنا ونخلوه طيب ونرجعوا لكم. قالكم انا ما تروحوش بعيد. هنا راهي طابت خضيره المرقه ما شاء الله. نذوقوا المرقه تاعنا الملح اذا خاصها الملح، نشوفوا حالتها كيفاش راهي دايره. الله الله بنينه. نسقموا هذاك القرنون تاعنا نسووه مليح، ونجيبوا دوك البيضه تاعنا. انا عندي هنا 4 حبات، درت 4 قرنون ودرت 4 حبات بيض كيما راكم تشوف. الصوره راه موضحت لكم كلش. نحكموا البيضه تاعنا ونحطوها نيشان ديريكت في الحبه تاع القرنون. نعمروا القرنون تاعنا بالحبه تاع البيض كيما راكم تشوفوا. الوصفه هذه في رمضان اول مره نبيبليها من يد ميره، من مطبخ ميره. نزيدوا الحبه تخوازيام، ونزيدوا الرابعه كما بالفرنسا. نزيدوا الحبه الرابعه كما راكم تشوفوا. نعمروا كامل حبه القرنون تاعنا على حسب الكميه اللي درتو. ديروا البيض. نزيدوا لهم هنايا رشه تاع ملح باش ما يجينيش صامت هذاك البيض. اذا حبيتوا تزيدوا فلفل كحل زيدوا فلفل كحل. نقصوا لها النار باش ما تنشفش المرقه اكثر من هيك، خاطر نحتاجوا شويه تاع بويون، نحتاجوا شويه مرقه. ونغطوها برك ما نغلقوهاش ونخلوه يطيب. هنا راهو طاب. نجيب شويه نحط شويه تاع فورماج رابي فوق البيض تاعنا هذاك تزيين. يمد لها بنه ثانيت، يمد لها بنه ثانيتيك كيما راكم تشوفوا. كل حبه تاع بيض نزيدوا لها كمشه تاع فورماج. اذا ما عندك شي رابي ديري الاخر، ديري تاع الحبه هذاك مثلث. كل بيضه حطي فوقها حبه يذوب ويهبط ثاني. مره ثانيه نديرو ونزيدوا له هنايا لمسه الاخيره من يد ميره، زرزره تاع معدنوس. ونشوفوا ان شاء الله في صحن التقديم. شوفوا في صحن التقديم، ما تروحوش بعيد وخليكم انا نكمل الوصفه مع بعض. نجو هنايا نقدموا الوصفه تاعنا كما راكم تشوفوا. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع اليوم، واني متاكده بلي تعجبكم بنينه، تجي بنينه وتفرحي بها ضيافك وتفرحي بها ناسك في رمضان وشهيتكم في الجنه. ان شاء الله يا ربي كل عام وحنا بخير ونصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله. يا ربي ينصر اخواننا في كل مكان المستضعفين. الجلبانه هذيك طابت ما شاء الله. ونقول لكم ان شاء الله نشوفكم في فيديو واحد اخر. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تهلاو لي في رواحكم والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بنة لا تقاوم، بنة هايله، جربوها بصحتكم. سلام سلام.